السلام عليكم. كم مرة كنت ماشي في الطريق وتهت وقعدت تسأل على عنوان، والناس بقى قعدت تفتي عليك، ده انت تخش اول يمين في تاني شمال، فتخش تلاقي واحد يقول لك ايه اللي جابك هنا؟ انت تخش رابع يمين في سبع شمال، وتقعد تلف كده لغايه ما توصل لنفس الراجل الاولاني. طب دي سهله، لكن لو تهت في موضوع بجد تعرف الحق ازاي؟ انك تعرف الحق ده صعب جدا، ملوش غير طريقه واحده بس اللي سهله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أنت متخيل يعني إيه تشوف وتسمع بنور ربنا وتوفيق ربنا؟ ربنا اللي قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. يعني هيبقى فيه اختلاف، هيبقى فيه اختلاف، لكن هيبقى فيه حق وهيبقى فيه باطل. طب اعرف الحق من الباطل ازاي، واعرف الصح من الغلط ازاي؟ ان اطبق اللي اتقال في الايه والحديث، اني احقق الايمان، اتمم الفرائض، اتقرب لربنا بالنوافل. لو عملت كده هتبقى ولي من اولياء الله. اولياء الله مش هم اللي بيطيروا في الهواء ويمشوا على الميه ومش عارف يتشقلبوا في الجنة، مش هم دول. اولياء الله هم اللي عملوا كده. ولو عملت كده هتشوف الحق واضح، ولو حواليك 1000 غلط. السلام عليكم.